ايه اصلا بقى هو البالكينج؟ البالكينج ككلمه يعني تضخيم. تضخيم ايه؟ ان انا اكبر خلاص حجما، يعني ميزاني يزيد وخلاص؟ لا، هو فكره التضخيم في الاول وفي الاخر انك لازم تزود الكتله العضليه بتاعتك. طب هل ممكن ان انا ازيد دهون وانا بزيد الكتله العضليه؟ ده ممكن يحصل، بس لازم ابقى فاهم ان انا في الاخر كمحصله محتاج ان انا ازيد كتله عضليه اكبر. وليكن مثلا انك اخدت فتره بالكينج، فتره تضخيم 4 شهور، الاربع شهور دول في اخرهم انت زدت 10 كيلو. ال 10 كيلو دول لازم تبقى عارف كويس انت زدتهم عباره عن ايه. يعني لو زدت ال 10 كيلو دول كانوا عباره عن مثلا 3 كيلو عضلات، فزدت قصادهم 3 كيلو ميه، يعني في الاخر 6 كيلو عضلات هم انت اللي زايدهم، ومن 3 ل 4 كيلو فات. الرينج هنا كويس مقبول. لكن لو ال 10 كيلو انت كنت زايدهم، كنت زايد 9 كيلو منهم فات ولا 8 كيلو منهم فات والباقي عضلات، هنا انت مش عامل بالكينج بالشكل الصح. يعني انا هنا بقصد اللي ما يسمى، والناس كتير قوي عارفه الكلمه دي، كلمه كلين بالكينج. يعني ايه كلين بالكينج؟ يعني انك تزيد في الاخر كتله عضليه، والدايت بلان بتاعك يبقى محسوب على انك تزيد عضلات في الاخر، مش بس تزيد ميزان.